هو يا جدعان انا اللي شايف حاسس ان الناس كلها بتلعب دوري وانا عندي فتره اعداد. يعني الناس كلها مسحوله مع الدوري، ومين هياخد الدوري ومين بينافس على المربع الذهبي ومين هيهبط ومين بيهرب من الهبوط وانا عايش دور احمد حلمي في فيلم الناظر. عارف الحته لما كان العربيه تخبطه وماسك القصب، هو ده الزمالك. هو في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ عارف احنا بنعمل ايه؟ احنا بنلعب دوري يا جدعان، احنا الزمالك. احنا بنكسب ماتش، نخسر ماتش، نتعادل ماتش. الفرقه عارف هلهوله. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان كميه الناشئين اللي بتلعب؟ على عيني وعلى راسي، وكلهم لعيبه كويسه. كلهم لعيبه كويسه. يعني احمد رفعت كويس برغم الجون اللي كان هو سبب فيه، بس واد طويل وبرجله طويل وجسمه كويس كمدافع، وقفاته كويسه. غلط غلطه مش هيغلطها تاني، يعني غلطته بتاعت النهارده دي انا متاكد هو مش هيغلطها تاني. الشناوي جون كلنا اجمعنا اللي هو كويس من اول ماتش لعبه. النهارده برضو اثبت اللي هو كويس. ايشو 10/10، يعني هيبقى 10/10. ناشئ فعلا هيبقى قوي جدا، بيستلم تحت ضغط، بيعرف يلعب كرة كويس، بيسلم صح، بيتحرك صح، بيرفع اوفرات مظبوطه لحد ما، بيشوط لحد ما كويس. محتاج حبه تظبيط. محمد السيد نص ملعب حكايه، كلهم على دماغي. بس وبعدين يعني انا الزمالك يا جدعان، انتوا بتلعبوني على سطر وتسيبوا سطر. نكسب ماتش، نتعادل ماتش، نخسر. مش فاهم في ايه. ليه حاسبينها كده يا جدعان؟ ده هم ساعتين الواحد بيتفرج عليهم عشان يحسن موده شويه، بقيتوا تعتنوا على ابونا. ما هو مش هينفع. ولو انت شايف اللي دول هم دول هيبقوا المستقبل، على عيني وعلى راسي، بس بعد سنه واثنين وثلاثه مش هيبقوا النهارده. فدول يطلعوا اعاره ويجولك. فطبيعي هتقول يا محمود دول الناشئين، احنا عندنا الفرقه الكبيره مريح. مين اللي انت شايفه كبير عندك؟ مين اللي انت شايفه توب؟ طلع لي زيزو من القصه وقول لي مين التوب في اللي ناقصين. انت صاحبي ما عندكش غير 3 في الزمالك. عمر جابر، لا سوري 4. عمر جابر وحمزه وفتوح وزيزو، وكفى الله المسلمين شر القتال. مفيش حد تاني. ما تذكرليش حد تاني عشان مفيش حد تاني. اسمع مني، لا ناصر ماهر حلو، ولا ناصر منسي حلو، ولا الجزيري حلو، ولا عبد الله سعيد حلو، وشيكابالا خلاص النهارده لعب ماتش حلو. بس في الماتشات الكبيره والتقيله واللي محتاجه جري مش هتلاقي شيكابالا، لان مش هيسمح له سنه يعمل كده. مين؟ شلبي ماتش وماتش لا، وهو فاهم هي كده. اوباما زيه. كلهم شبه بعضيهم. مفيش عندك حد ثابت. مفيش عندك حد مستواه ثابت غير الاربعه اللي انا قلت لك عليهم. محتاج الاداره تتحرك. محتاجين الاداره تتحرك في لعيب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته تقال. 5 و6 يطلعوا بقى الفريق ده من الغطسه اللي احنا غطسانينها دي. ده احنا في ايه؟ ده احنا ولا المردوم بالتراب. مش ايه ده يا جدعان؟ انتوا لسه شايفين الفريق؟ مش حاسين اللي هو الفريق بقى هلهوله من الاخر؟ اي حد ممكن ينزل يخسرك، اي حد محتاج نقطه ولا نقطتين هينزل ياخدهم منك عادي جدا. يعني اي فريق يضغط عليك هياخدهم منك. لحد امتى بقى؟ يعني فهمونا، حد يطلع يقول لنا يا جدعان الفتره دي فتره اعداد واحنا بنخلص في لعيب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، اصبروا علينا. يعني حد يطلع يتكلم معانا، لان كل ما اعرفش مين جاي ومين مضى وما اعرف، وكلها بتطلع اشاعات في الاخر. ما بتلاقيش اي حاجه من الكلام ده. تلاقي في الاخر جايب لك لعيب من طنطا، ولعيب من كفر الشيخ، ولعيب من المنصوره، ويقول لك بص دول التوب وما بتشوفهمش. المدير ما بيلعبهمش. نفس اللي حصل. خلاص يا جدعان نطلع بقى من الحته دي بقى شويه، وحته المشاكل وفك القيد، والحمد لله فكينا القيد ودفعنا الغرامات. ونشوف بقى شويه للعيبه. محتاجين شويه لعيبه محترمين ينقلوا بقى الفريق ده شويه. نرجع بقى تاني شويه. لو اول مره تشوفني ما تعمليش فولو على الدغري، لان انت هتشوف الوش الكئيب ده بقيه الدوري لحد ما ربنا يحلها بقى الموسم الجاي ان شاء الله. يبقى اعمل لي فولو للموسم الجاي.